وعلى فكره مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي هيعملوا مواسم ناجحه اكتر منك. لان مانشستر سيتي هيوصلوا او تقريبا وصلوا خلاص الفاينل بتاع الاف اي كاب، فممكن ياخدوا بطوله وممكن جدا يخلصوا فوقيك في الدوري اصلا. مانشستر سيتي اللي هو عامل موسم زي الزفت، ده مانشستر سيتي اللي حصل له دروب وموسم زباله وجوارديولا وايه، ممكن يخلص تاني بعد كل ده وياخد بطوله. يعني هيبقى مخلص تاني واخد بطوله وانت ما خدتش حاجه، يعني هيبقى عامل موسم احسن منك. ومانشستر يونايتد اللي هم تقريبا هيخلصوا ال 14 او ال 15 وات سام بوينت في السيزون كنا بنقول هيهبطوا، ممكن ياخدوا يوروبا ليج. هو مش ممكن، هو بروبلي النهائي بتاع اليوروبا ليج مانشستر يونايتد وتوتنهام. انت متخيل ال 14 وال 16 على الدوري، الناس اللي كانت بتنافس على الهبوط ممكن ياخدوا، حد فيهم هياخد بطوله وهيبقى عامل موسم احسن منك، والبطوله دي هتوديه تشامبيونز ليج. وانت الشامبيونز ليج اصلا مكان انت مش ضامن مكانك في التوب 5، ده في خناقه ورا، ده انت لسه هتلعب ليفربول ونيوكاسل اللي بيحطوا عليك كل ما يلعبوك، ومش هتكسب ليفربول في الانفيلد ومش هتكسب نيوكاسل بالمنظر بتاع النهارده، ده مستحيل. فانت في ماتشين يعني انت ممكن جدا تخرج من التوب 5. احنا داخلين على مصيبه، داخلين على مصيبه، واللعيبه قاعده بتستهبل. ماتش ايفرتون اللي نتعادلوا، وماتش كريستال بالاس اللي نفرط فيه، والنهارده نخسر من بورنموث. ايه يا جدعان القرف ده؟ ايه القرف ده؟ طب على الاقل احفظ مركز تاني، طيب ما يبقاش بعد كل الخناقه دي وفي الاخر ما تخلصش تاني. ده احنا هيتسف علينا سف. وانا نزلت فيديو وقلت كده، نزلت فيديو وقلت حذاري ان مانشستر سيتي هياخدوا بطوله ويخلصوا فوقيك وهنروح في 60 ده هيبقى منظرنا عره، والناس كلها قعدت تقول لي لا مستحيل ومش هيحصل وكده. احنا ماشيين في السكه دي، احنا رايحين هناك، احنا رايحين خلاص، هي مساله وقت. الاسابيع اللي جايه دي مانشستر سيتي انا بقول لكم هيعدينا في الدوري، لان انت ماتش ليفربول في الانفيلد ده انت مش هتكسبه، وماتش نيوكاسل اللي عندك ده انت مش هتكسبه بالاداء ازاي الزفت ده، تمام، باللعيبه المعفنه اللي عندك دي، اللي زي اوديجارد وزي مارتينيلي وزي القرف. يعني انا بجد خلاص خلصت الكلام في شويه لعيبه، مش لاقي جديد اقوله، مش لاقي جديد اقوله بجد.